أسبوعين بس. ياه، أسبوعين بحالهم من غير ما نيجي المدرسة. هتوحشك المدرسة يا بكار؟ أكيد طبعا. مدرسة ايه اللي هتوحشك؟ ده أنا من أول يوم في الدراسة وأنا بعد الدقايق، لا دقايق، وأنا بعد الثواني عشان اللحظة دي تيجي. ماشي يا حسونة، هتعملوا ايه بقى في الأجازة؟ أنا هطلع اصطاد مع أبويا في البحيرة بعد 5 أيام. وهتعمل ايه في ال5 أيام دول؟ ها؟ مش عارف. واني خالتي جاية تزورنا من أسيوط وعايزة هج من البيت. ليه؟ ولادها كلهم بنات وبيقعدوا يلعبوا بالعرايس ويتكلموا في حاجات ماليش فيها خالص. وانت طبعا يا بكار هتذاكر وتحل الواجب وتيجي تقعد على باب المدرسة لغاية ما تفتح. ما انا عارفك. امال ايه؟ لا طبعا، دي أجازة والواجب كله على بعضه يخلص في يومين. يعني هتعمل ايه؟ لسه مش عارف. طب تعالوا نتشارك ونجيب كورة نلعب بيها مع بعض. فكرة حلوة، وكل واحد فينا ياخدها بيته يوم. وانا بقى هاخدها يومين. يا سلام، اشمعنى؟ لان انا اهم واحد فيكم. بطل رخامة، انت ما عندكش اخوات ولا اي حد تلعب بالكرة معاه، تاخدها اصلا ليه؟ خلاص يا حسون، لما اليوم بتاعي يجي ابقى خد انت الكورة. ما توافقوش على كلامه يا بكار، هيتعود على كده. واجي بقى اتغدى كل يوم عندكم زي فارس. ده انت رخم. بصوا، حلوة قوي دي. هو انت معاك كام يا همام؟ ياه، بالظبط. اسمعوا بقى، انا عايز اقول لكم كلمتين وبس قبل ما نشتري الكورة. خلاص عرفنا، هنديها لك يومين. ماشي، بس مش ده قصدي. انا سبتكم تتكلموا عشان اشوف انتوا ناويين على ايه، وطبعا محدش فيكم عارف اي حاجة. يعني ايه؟ انا بقول لك اني بفكر في اليوم ده من اول ثانية دخلنا فيها المدرسة السنة دي. يعني انا عامل خطة للاجازة كلها. ما انت ما بتفتحش كتاب، اكيد عمال تفكر في الحاجات دي وبس. صح، انا ما عنديش مانع اني اشارككم واشتري معاكم الكورة، بس يعني احنا مش هنضيع الاجازة في الكورة وبس. الصبح كورة، والظهر نروح نركب مراكب في النيل. ماشي. والعصر نلعب استغماية ونط البصلة. موافق. والمغرب نروح مزرعة عم حلاوة نقطف التمر. وهو هيوافق؟ من غير ما نقوله، يعني احنا هنستنى انه يوافق؟ ايه، لا طبعا، كده غلط وحرام. خلاص، هروح انا لوحدي. المهم اللي هنعمله لما وقت العشاء يجي ايه؟ نلعب كرة تاني ونعمل مسابقة في الجري، واللي يخسر يقف جون تاني يوم. يبقى كده بكار هيقف جون كل يوم. مفيش فايدة فيك يا بكار، حلك انك تفضل واقف جون. همام، خد. ايه ده؟ يا حلاوة، ايباد. يا سلام، لو كان ينفع نتشارك ونشتري ايباد، بس ده غالي قوي. طب هو ما ينفعش نأجره؟ ايه يا ولاد، عاوزين الباد ده؟ يا ريت يا عم دهشان، بس ده غالي قوي. ده احنا لو قعدنا نحوش سنتين مش هنقدر نجيب ثمنه. هو انت ما بتأجروش؟ لا، بس عندي نوع تاني كويس برضه وأرخص بكتير. ده بقى عليه ألعاب وبيدخل على النت وعليه القرآن كله وكالكالوتر كمان. ايه؟ يعني ايه؟ على حسبه. ده ناقص يسخن الأكل كمان.
ويحل الواجب لوحده. انت بتقول فيه ده عليه كل حاجة تخطر في بالك، علم وقصص وألعاب. ده فيه أبلكاشن يقول لك درجة الحرارة. أبلكاشن ده خشب يا عم دهشان. قصدك تقول أبليكيشن. أيوة هي دي، عليك نور. أصل أنا خالتي مدرسة إنجليزي. ماشي، بصوا بقى شوفوا عليه إيه. ياه يجنن. اوبا يا سلام. ياه، تحفة. وده بكام؟ أرخص كتير من الإباد وعليه تخفيض كمان. بكام يعني؟ كان ب2000 وبقى دلوقتي ب1500 جنيه. ده انا ابويا لو باع المركب اللي بيشتغل بيها ما يجيبش تمن. معلش يا ولاد، بس لو بعته لكم أقل من كده أخسر فيه. طيب يبقى ملناش نصيب، خلونا في الكورة. يا خسارة. وستبدأ الآن أحداث المباراة. عندك على اليمين همام وعلى الشمال بكار اللي هيوقف جون. ودلوقتي ايه ده؟ احنا هنلعب احنا التلاتة وبس؟ ألعب أنا وأنت وبكار يوقف جون. ليه؟ اشمعنى انا؟ أنت ما بتعرفش تلعب كورة يا بكار وكلنا عارفين. وانت كمان ما بتعرفش تلعب يا فارس، ولو لعبت ضدك هفضل اغلبك وهزهق. إيه؟ أنا؟ يا فارس ده انت كل مرة بتتغلب من همام. طب خلاص، ألعب أنا وبكار وأنت يا همام تقف جون. يا سلام، عشان تغلب بكار براحتك. أيوة. العيال بتوع تالتة رابعة هم. هوي بكار، هوي رامي، سمعنا انكوا جبتوا كرة جديدة. ها تلعبوا ضدنا؟ احنا 4، معاكوا رابع؟ لا. تبقوا خايفين. احنا ما بنخافش، والمرة اللي فاتت غلبناكوا وكسبنا الجايزة بتاعت المدرسة. خلاص تعالوا نلعب ضد بعض، واللي يكسب هياخد الملعب ده اسبوع، يا كده يا يبقى انسحاب وتسيبوه لنا. كده يبقى لازم حد يروح يجيب حسونة. حسونة يا حسونة، حسونة. هو يا بكار. هو يا خالة، حسونة موجود؟ حسونة؟ ها؟ أيوة موجود. طب ممكن أكلمه؟ طبعا. حسونة يا حسونة. عايزة ايه يا امي؟ بكار عايزك. قولي له مش موجود. عيب يا حسونة، عايز نكدب؟ خلاص قولي له بيقول لك فوت عليه وقت تاني عشان هو مش فضيلك. يا حسونة، العيال بتوع تالتة رابع عاوزين يلعبونا كورة. اهو عارف اني هنا. ايه ده؟ وانت بتعمل ايه؟ امشي يا بكار عشان انا مش فضيلك، بعمل حاجة مهمة. هو ايه اللي معاك ده؟ يو بقى. ده الايباد اللي شفناه امبارح. هو انت اشتريته؟ والكبير كمان. احسدني بقى، احسدني، ما تحسدني، ما انا عارفك. احسد يا بكار، احسد. بكار هيحسدك برضو. تعالى يا بكار، لف وادخل من الباب. اوف بقى يا جماعة، مش كده. ازعاج ازعاج. يوه. ما توريني انت بتعمل ايه يا حسونة؟ ماشي. بكار مكار، بكار مكار. عيب يا ولد. هو انت جبته ازاي ده؟ ابويا جابهولي. بعت الكاوتش بتاع العربية واشتريتهوله. ايه؟ ولا كلمة، انا قلت له انه هيساعدني عشان ابقى شاطر في المدرسة. ما هو ممكن فعلا يساعدك يا حسونة، ده عليه كل حاجة وممكن تدخل منه على النت. انا مش عايزة ادخل ولا اخرج، انا عايزة العب وبس. ايه؟ تلعب ولا تذاكر وتحل الواجب بتاعك؟
ما أنا قصدي أنا هخرج مع بكار عشان نحل الواجب على الآيباد، صح يا بكار؟ لأ، ده أنا عاوزك تلعب معانا كورة. روح العب معاه شوية وابقى ارجع كمل مذاكرة. ده انت من الصبح يا حبيبي ما سبتش الجهاز بتاع المذاكرة ده. طيب عندك حق يا أمي، أنا هروح ألعب مع بكار شوية وبعدين نذاكر. ما هو مش معقول أبويا يدفع كل الفلوس دي وما استنفعش بالجهاز يعني. ربنا يوفقك. ربنا يخليك ليا يا أبويا. سلام. يلا يا بكار يلا. ما تجيب شوية. لا، يبقى خلي انت ابوك يجيب لك واحد. ما تبقاش أناني. انا اناني، ما تبقاش انت تصاحبني. يوه. بس يا جماعة لو سمحتوا، دي حاجة حسونة وهو حر فيها، يديها للي هو عايزه وما يديهاش للي هو عايزه. انسى يا فارس، مش عشان عملت الحركتين دول هديلك حاجة، لا. طيب أنا غلطان. بقول لكم ايه، انا لسه شاريه امبارح وما لحقتش افرح بيه. لما ازهق هديه لكل واحد شويه وبالدور. خلاص خلاص. يلا يلا بقى عشان نلعب. ايه ما انا بلعب اهو. لازم 4. يلا يا حسونة. يا حسونة. ماشي ماشي. حسونة، هو أنت جبت الجهاز ده إمتى؟ بعد ما مشينا من عند عم دهشان يجي بساعة كده. وبتلعب عليه من إمتى؟ من امبارح يا بكار، ولسه ما نمتش، ولغاية دلوقتي لسه عمال بكتشف حاجات جديدة فيه. بس ده كتير قوي يا حسونة. ايوه ده في حاجات كتير فعلا. امال ايه؟ مش قصدي كده، أنا قصدي إنك المفروض تريح نفسك شوية. بقول لك ايه، مش هديك حاجة قبل ما ازهق. جول! طيب ها؟ لا البطارية. ها؟ ايه ده؟ اخس، مفيش فيشة. انا عايزة اروح يا بكار عشان اشحن. ها؟ بكار حمام. ها؟ اوعى القطر ده حاسب ها؟ لا البطارية. ها؟ ايه ده؟ اخس، مفيش فيشة. انا عايزة اروح يا بكار عشان اشحن. ها؟ بكار حمام. ها؟ اوعى القطر ده حاسب ها؟ ايه ده؟ مين ده؟ ها؟ انا فين؟ اوقف هنا، اوقف بقول. اوقف بقول، اوقف. عايز تمسكني؟ تعالالي لالي تعالالي. لا وانا مالي قطعت نفسي يا واد. اوقف بقول، اوقف. ده مستحيل يحصل. عايز تمسكني؟ تعالالي قطعت نفسي. اوقف بقول لك، اوقف عندك يا ولد. اوقف عندك. ده انا صبوي حسون.
رجعت في ايدي، اخيرا رجعت يا حلو. سيبني بقول لك اوعى. حسونة وجع يا رجالة، حد يلحقني. قعدت اقول له تعالى لي لالي لالي، اهو رماني. ياني انا مش فاهم انت رميني هنا ليه. ده انت لففتني النجع كله وراك وقطعت نفسي، بس خلاص كل ده انتهى يا حلو. طب بقول لك ايه، مفيش مرحلة تانية؟ انا وقعت كتير في اللعبة دي قبل كده وكنت ببتدي من الاول تاني. خرجني من هنا بقى. ها تعال ايوه تعال. اقول لك ايه، تعرف تجيب لي المفتاح ده؟ ايه خلاص يا عم، خلاص ما تزقش. حسونة ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وانت كمان جبت ايباد؟ لا، انا جاي ارجعك يا حسونة. ترجعني ازاي يعني؟ ايه ده هو الباب كان مفتوح؟ ايوه، انت اللي مش عاوز تخرج يا حسونة. لا يعني هو تقدر تقول مش بالظبط يعني. طب يلا تعالى معايا. تعالى من هنا. استنى يا بكار، هفتح الصندوق ده بيبقى فيه هدايا وحاجات كتير هتخليني اطير وابقى اقوى واحد ومحدش هيقدر يمسكني. ما تفتحش الصندوق ده يا حسونة، ملوش لزوم. استنى بس يا بكار. حسونة، انا عايزة ارجعك فوق يا حسونة. هتفضل هنا على طول لو ما سمعتش كلامي. ماشي هسمع كلامك، بس لازم اشوف الصندوق ده فيه ايه الاول. يوه، ايه ده؟ حسونة ما تفتحش الباب ده. مش انت بتقول انك عايز ترجعني؟ ايوه. خلاص تعال انت معايا نشوف ايه اللي ورا الباب ده، ما يمكن يبقى باب الرجوع. لا يا حسونة، سيب المفتاح ده وتعالى من هنا. ازاي بس؟ ده انا تعبت على ما كسبت المفتاح ده، لازم اشوف بيفتح ايه. يا حسونة اسمع كلامي يا حسونة. انا فين؟ اقف يا حسونة، ما تتحركش. الوحش هياكلني. لو وقفت بمزاجك مش هيجي جنبك. يلا اقف عشان اخرجك من اللعبة. قلت لك ما اقدرش يا حسونة، انا خايف عليك. من ايه؟ انت جوه اللعبة يا حسونة ومش عارف تخرج، لانك فضلت تلعب كتير لغاية ما بقيت مش قادر تفرق بين الخيال والحقيقة. وكده مش هتقدر ترجع تاني الا اذا وقفت لعب. وانت شايفني بلعب؟ انا بهرب من الوحش. انت بيتهيألك. ابعد عني دلوقتي يا بكار بدل ما تاكل. حسونة بس بقى سيبني اكل.
آخر فرصة لإيه؟ لو لعبت السباق ده هتفضل محبوس هنا على طول ومش هقدر أساعدك. وأنا يا سيدي مش عايز منك حاجة. يا حسونة صدقني أنت مش في وعيك. يا عم أنت عايز مني إيه؟ أنت عايز مني إيه؟ عايزك تسيب باقي العربيات تتسابق وخليك واقف في مكانك واضغط على الزرار ده. ها؟ ايه مالك؟ خايف تسابقني وعايز تخلع ولا ايه؟ أخلع إيه؟ أنا هوريك كيك داون ودريفتات عمرك ما شفتها في حياتك. مفيش فايدة. إيه ده؟ هو أنا جيت هنا تاني؟ رجعت بإيدي أخيرا، رجعت يا حلو. سيبني بقولك اوعى. لا بكار، رحت فين يا بكار؟ طب اخرج من هنا ازاي؟ ايه ده؟ هو احنا مش خلصنا اللعبة دي؟ قلت لك يا حسونة اسمع الكلام وبطل لعب. طب اعمل ايه عشان اطلع من هنا؟ ها؟ للأسف ما بقاش ينفع يا حسونة. ايه؟ لا حسونة. خير يا دكتور؟ هو عنده إرهاق شديد جدا، ولأنه فضل فترة كبيرة ما بينامش ومركز في اللعب، الموضوع ده أثر على أعصابه وخلاه يهلوس. أيوة هو قال لي إنه فضل يلعب يوم بحاله. لا، حسونة قعد يومين ورا بعض يلعب بالباد ده. إيه؟ فضل يلعب يومين من غير ما ينام؟ أيوة. ده خطر جدا. المفروض إنه يلعب نص ساعة، ساعة بالكتير في اليوم. لا، ده كده فيه احتمال كبير إنه لما يفوق عينيه تبقى مش مظبوطة ويحتاج نظارة طبية. بس أهم حاجة إنه يفوق الأول. إذا كان حسونة مش قادر يبطل لعب، وحتى وهو نايم عمال يتخيل إنه بيلعب، يبقى نستغل الموضوع ده، وبدل ما تقوله سيب اللعبة نخليه يكمل لعب. إيه؟ مش فاهم. طب وهو كده هيفوق؟ أيوة، بس انت لازم تساعده في الموضوع ده يا بكار. إزاي؟ ايه ده؟ ايه اللي انت ماسكه ده يا بكار؟ دي لعبة صعبة جدا يا حسونة، مش عارفة أعديها. هو انت بتلعب؟ أيوة يا حسونة، بس اللعبة دي بالذات صعبة جوي. لعبة ايه؟ لعبة جميلة جدا، أحلى لعبة لعبتها في حياتي. بس مش مهم، خليك أنت في الألعاب السهلة التانية. بكار. طيب،
بص يا سيدي، اللعبة عبارة عن متاهة. متاهة سهلة مش مشكلة. استنى بس، مش تعرف ايه اللي بعد المتاهة؟ مش مهم لما نعدي. ودلوقتي بقى لازم تختار سلاح. سلاح؟ ليه؟ عشان تحارب الوحش. اختار سلاح بسرعة يا حسونة. اختار سلاح. اهو. أنا كسبت طبعا. الوحش صعب بس أنا حسونة الجامد. إيه ده؟ ضلمة حتى هنا النور بيقطع. شغل يا ابني النايت فيجن. Anything you think of. أهلا بك حسون. للدخول إلى القلعة عليك أن تختار أحد هذين البابين. وماله؟ لو اخترت الباب الخاطئ سوف تعيد اللعبة من البداية، وسوف تكون أصعب بمراحل كثيرة. وأعرف الباب الصح إزاي؟ أمامك بابان، أحدهما باب مكتبة جميلة مليئة بكتب المغامرات الشيقة والمعلومات المفيدة، والآخر باب مدينة ملاهي مليئة بالألعاب المسلية ولكنها غير مفيدة وتؤدي إلى ضياع الوقت. اختر أحد البابين. سؤال سهل جدا خالص. هايل يا حسونة. اختار باب مدينة الملاهي طبعا. اختيار خاطئ، سوف تعيد اللعبة من البداية. المتاهة. أهلا حسونة. والآن أمامك 4 أبواب. يا خبر أبيض. كبرت وصرت طبيبا شهيرا ومشغولا. أنا مش عايزة أبقى طبيب، أنا عايزة أبقى لعيب كورة مشهور. المهم ها؟ في أول إجازة بعد فترة ستزور من؟ خلف الباب الأول ستجد والدك ووالدتك، والباب الثاني أصدقائك، الباب الثالث مدينة الملاهي، الباب الرابع البنك لكي تدخر نقودك. الادخار مهم طبعا، وأصحابي هيبقوا وحشني يا حسونة ساعدني يا بكار. اختار الأهم يا حسونة. الأهم أبويا وأمي. إجابة صحيحة. حسونة ابتدى يجاوب صح. والآن هذا هو السؤال الأخير، وخلف الباب السليم ستجد الجائزة. أخيراً. لو أن أمامك شيئاً واحداً تختار أن تفعله في وقت ضيق جداً، ماذا سيكون
هذا الشيء، أن ترى أصدقائك، أن ترى أبوك وأمك، أن تلعب رياضة مفيدة، أن تلعب بالآيباد، أم كل ما سبق؟ هو ده السؤال الأخير؟ أيوة يا حسونة، اختار بقى. ولو اخترت غلط؟ هتعيد كل اللعب من الأول. وأنا اخترت. إيه؟ اخترت إيه؟ كل ما سبق. أخيراً أنت فائز. ده اللي جرالك لما اخترت غلط المرة اللي فاتت. أنا اخترت غلط؟ أيوة، أنت اخترت إنك تلعب بس بالآيباد ونسيت كل حاجة تانية. اخس عليا اخس، بس أنا المرة دي اخترت صح. أنا هقسم وقتي بين كل الحاجات. يعني مش هتعيد المتاهة من الأول؟ أيوة، مش هعيد المتاهة عشان أنا كسبت. أنا كسبت. يبقى المفروض تصحى. ها؟ أصحى؟ أيوة، اصحى يا حسونة. حسونة، اصحى يا حسونة. ها؟ يلا اصحى بقى. أنا فين؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا ولدي. يعني إيه يا بكار؟ يعني أنا كنت قاعد جنبك وبكلمك وأنت بتقولي اللي أنت شايفه. وأنت اللي اخترعت اللعبة اللي في الآخر دي؟ أيوة، حلوة؟ مش بطالة. اتفضل يا حسونة. هات. على آخر الزمن بجيب بنضارة. طبعا يا حسونة، اللعب اللي انت لعبته أثر على نظري. والدكتور قال إنك مش هتلبسها كتير، كلها 3 4 5 سنين وترجع تشوف زي الأول وأحسن، بشرط إنك ما تلعبش بالآيباد أكتر من نص ساعة في اليوم. بس ده شرط صعب قوي. بكار يا بكار يا بكار. هوي هوي يا بكار. بكار، هتيجي تلعب معانا؟ لا، مش هقدر. ليه؟ أصلي رايح مع خالي مشوار. وهترجع على بالليل؟ لا، يمكن أقعد معاه 2 3. ليه بقى؟ أصل إحنا رايحين الأقصر. يا بختك. خالي اشتغل شغلانة جديدة هناك وعاوزني أساعده في أول يوم. هو اشتغل إيه؟ يلا يا بكار. الله، شايف يا خالي؟ يا سلام، منظر جميل جدا. هو أنت هتسوق منطاد من دول؟ لا يا بكار، سواقة ايه وبتاع ايه، انا بس جاي علشان اساعد واحد صاحبي. هوي سيدون. هو يا بدون. اهلا بيك. دي بكار ابن اختي. ما شاء الله، كويس انك جبته معاك، هيتفرج على المنظر من فوق وهيتبسط جدا. أنا عارف الآثار اللي هنا، الرمسيوم ومعبد حتشبسوت والبر الغربي ومقابر النبلاء. شاطر. اسمع يا سيدون، انا لازم امشي. نعم، تمشي؟ يعني ايه؟ يعني انا عايزك تطلع المنطاد مكاني. ايه بتقول ايه؟ ايوه بس انا ما نعرفش اي حاجه عن الموضوع دي. خفيف هيساعدك. مين خفيف دي؟ يا خفيف. هاي، ده خفيف ازاي يعني؟ أنا اسمي جمعة وشهرتي خفيف. وأني بكار. وشهرتك؟ بكار برضو بيتهيألي. أنا ما نقدرش نطلع منطاد زي دي من غير ما تبقى معايا، دي مسؤولية. يا سيدون الموضوع بسيط جدا، هوا سخن يطير المنطاد، تقلل النار شوية ينزل. هو أنا راح نسلك بيض يا عبدون؟ ما أنا قلتلك خفيف هيساعدك. ما ينفعش.
بص يا سيدون، أنا جاي لي شغل على مركب سياحي النهاردة. ايوه او كده، وديني انا على المركب واطلع انت هنا. على الاقل لو المركب غرق ولا حاجه نعرف نعوم ولا نتعلق باي حاجه كده ولا كده. انما ده لو جرى له حاجه في الجو انا هنعمل ايه؟ ما نعرفش نعوم في الجو. ما تبقاش جبان أمال. الشغل اللي جالي على المركب ده هاخد فيه فلوس كتير، هقبض بالدولارات يا سيدون، وأنا مأجر المنطاد ده ومش هينفع أسيبه راكن. شغلهولي وخفيف هيساعدك، والفلوس اللي هتكسبها النهاردة هنقسمها بالنص. يا عبدون يلا يا عبدون، المركب هتتحرك. بص يا سيدون، لو عرفت تسوق المنطاد وعملت قرشين كويسين هشغلك معايا على طول. ها سلام. يا ربي، ده ايه الوردة دي؟ انت هتسوق المنطاد فعلا يا خالي؟ شكلها كده يا بكار. بس انت ما بتعرفش يا خالي. نتعلم بقى يا بكار علشان نشتغل، ودي شكلها باين عليه شغلانة حلو تمام. ولا ما كانش عبدون دي يشتغل عليها نعرفه، ده واد عفريت. التذاكر من هنا يلا. معابد الكرنك يطلق عليها خطأ معبد الكرنك، بس هي مجموعة من المعابد، والمعابد دي بتعتبر من العلامات المميزة في الأقصر. وكان كل ملك بيحاول إنه يبني معبد ويجمل فيه عشان يتميز عن اللي جم قبله. وعشان كده الكرنك بقى دليل كامل بيظهر مراحل تطور العمارة والهندسة والفن المصري القديم. ويتميز معبد الكرنك الكبير بعروض الصوت والضوء الساحرة التي تقام كل مساء، والتي تعتبر طريقة رائعة لاكتشاف معابد الكرنك. Ladies and gentlemen, the Karnak Temple. معلش انا اسف، ما خدتش بالي. اهو المنطاد اهو يا ماما. الله يا بابا، أنا من زمان قوي نفسي أركب منطاد. هنطلع فوق بقى ونتصور صورة نبعتها للولاد يا ماما. فكرة هايلة يا بابا. يا ستار يا رب، فين الولد اللي اسمه خفيف ده؟ مش عارف يا خالي، كنت شايفه بيشتري أكل. يا ربي، هي العملية ناقصة تخن وتقل. روح يا بكار الحقه قبل ما يتقل زيادة ويوجع لنا البتاع دي. حاضر. خد الإيراد، مخصوم منه كارتة. شكرا يا سيدي. يلا عشان نحمل المنطاد التاني. هيدي هو موقف ميكروباصات دي ولا ايه؟ طب يبقى لازم احمل 4 ورا. اتفضلوا. يلا يا جمعة. خفيف، قول لي خفيف. طيب يلا يا خفيف. اجيب لك سندوتش حلاوه بالقشطه؟ لا شكرا. هو انت بتعرف تسوق المنطاد؟ وانا مغمض عينيا. خلي بالك. ربنا يستر. كفاية أكل بقى، ارهم نفسك. نطلع. اطلع وأمرنا لله.
ايه يا جماعة استنوا. الحمد لله، الرحلة اتلغت باين عليها ولا ايه؟ احنا حاجزين معاكم والتذاكر معايا اهي. ها ايه ده؟ ايه؟ المحفظة، مش لاقي المحفظة. يا حرام، شايف يا بابا؟ خلي بالك من محفظتك. حاضر حاضر يا ماما. ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة. التذاكر كانت معايا في المحفظة، والفلوس اللي دفعتها مش فلوسي. نلم يا جماعة ونديله حق التذاكر. اتكلم عن نفسك لو سمحت. الرحلة كده مش هنطلعها وهتبقى مشكلة. ما يمكن ده من حسن حظك يا أستاذ، حد عارف هيحصل إيه؟ الراجل ده قطع تذاكر فعلا وأنا مسلمك الفلوس أهو. الحمد لله. طيب يلا بينا. يا ستار يا رب. الله، المنظر جميل جدا. شايف يا خالي؟ معبد حتشبسوت اهو، والرمسيون، وهنا البر الغربي. انت مش مرشد سياحي يا اخ؟ ايوه يا فندم. ما تشرح لنا اللي بنشوفه؟ حاضر. اللي احنا شايفينه تحت ده معبد الملكة الفرعونية حتشبسوت. الملكة حتشبسوت بنته على الضفة الغربية من النيل قصاد مدينة طيبة العاصمة القديمة لمصر. وعلى جدران المعبد ده مرسوم رسومات بتحكي قصة البعثات البحرية اللي أرسلتها الملكة لبلاد بونت. واتبنى معبد حتشبسوت في الدولة المصرية الحديثة في عهد حكم الأسرة ال18، واتبنى خلال 15 سنة. وهنا معبد الرمسيوم بناه الملك رمسيس الثاني، واتسجلت على جدرانه وقائع معركة قادش. وده معبد اللوكسور يقع على الضفة الشرقية للنيل، وهو زي ما انتوا شايفين من المعابد الضخمة، وبيتصل بمعابد الكرنك بطريق الكباش. واسمحوا لي بقى دلوقتي أشرح لهم بالصيني. شايف يا بكار؟ ايه يا خالي؟ حظنا حلو قوي، جي معانا مرشد سياحي بيقول للركاب معلومات وحنتشهر. ايوه، بس لما تيجي تركب المنطاد ده تاني مش هيبقى معاك. أنا بفكر أتفق معاه أديله 10 جنيه في اليوم ويطلع معايا الرحلات كلها. انت اسمك ايه؟ اسمي بكار. شبه ابن اخت سوسن مرات خالك يا ماما. بالظبط يا بابا. انت من الأقصر؟ لا، أني من أسوان. وهو في فرق بين الاتنين؟ طبعا، دي مدينة ودي مدينة تانية خالص. أهي دي معلومة جديدة عليا يا بابا. وانا كمان يا ماما. احنا جوزنا الولاد وطالعين اجازة لأول مرة من 35 سنة. عدوا كأنهم 35 يوم. وأخيراً بقينا عايشين لوحدنا، وحنعوض كل اللي فات من عمرنا. انت بتقول شعر يا بابا. الو، ايوه انا ناجي بيه. طيب حجيلك حالا يا ريس. ايوه، انا اتاخرت على ميعاد مهم ولازم ارجع حالا. معلش يا أستاذ، الناس دفعة. اولا انا مش استاذ، انا اسمي ناجي بيه. وثانيا قول لي الناس دافعين كام وانا ارجع لهم فلوسهم. بس يلا عشان اتاخرت. لا يا ناجي بيه، ما تدفعش للناس اياتها حاجة. احنا طالعين رحلة وعايزين نكملها للآخر لو سمحت. يا خفيف، الرحلة ساعة، فات نص ولسه نص. المستعجل يركب الأتوبيس. يا ناجي بيه، طالما حضرتك مشغول طلعت الرحلة دي ليه أصلا؟ أنا مش مطالب إني أوضح لك أي أسباب. أنا عايز أرجع. أيوة، بس إحنا لسه ما خلصناش الرحلة. يبقوا اطلعوا رحلة تانية على حسابي. بابا، ما تيجي نرجع وناخد منه حق التذكرة، وكفاية اللي شفناه. ونبقى وفرنا تمن التذكرة. وباللي وفرناه
نشتري جبنة نستو ومربى بدل ما نتغدى في الفندق وندفع أكتر. فكرة حلوة يا ماما. خلاص لف وارجع يا اسطى. مفيش رجوع. لا 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 لا، انا عايز اوصل للناحية التانية وانزل هناك. بقول لك ارجع وهدفع لك. ايه ده؟ محفظتي فين؟ يمكن نسيتها في الفندق ولا في العربية. لا، انا لسه مخرجها من جيبي قبل ما اطلع هنا. المحفظة اتنشلت، واللي نشلها واحد موجود على المنطاد ده. انا شاكك في الراجل ده بصراحة بقى، شفته بيحط ايده في جيب اللي جنبه. انا عايز افتشك. اوعى تيجي جنبي. تفتش مين يا استاذ؟ عيب، ده انا سيدون. كله هيتفتش لغاية ما نلاقي المحفظة. ده كلام سليم فعلا، لازم كلنا نتفتش. صح يا بابا. هو ده اللي معاه المحفظة، أنا شفته بيخرجها من جيبه. يبقى أنت تتفتش الأول. اوعى ايدك منك له، اوعى واعرف انت بتكلم مين. ده انا المقص على سن ورمح. ده حرامي نشال. ها؟ يبقى أكيد محفظتي أنا كمان معاه. تعالى. اوعى حاسب. الحقونا اتصرف يا خفيف. اعمل ايه؟ اطلع بالمنطاد، هنروح في داهية. احنا هنخبط في العربيات يا بابا. يا خبر، حاسب. الحمد لله. هيقع تاني، واحنا مفيش معانا جاز كفاية. كله بسببك، كله بسببك. ارجع لورا، انا معايا مسدس، والمسدس دي اللي ودانا في داهية. ونرى الآن وادي الملوك وهو يقع. بلاش يقع دي يا ريس، وهي أبوك. أيوة صح، بلاش يقع دي. وادي الملوك موجود. وانت بتعمل ايه؟ أصل الكلام عن الآثار بيهديني. احنا لازم نتصرف يا خالي. احنا عايزين حد ينط من المنطاد عشان نطلع تاني في الهوا. ها؟ طيب يلا نط انت. انا معايا مسدس بقولك. وجهة نظر سليمة ومقنعة في الحقيقة. انا مش عارف اعمل ايه، والجاز بينقص. حد معاه جاز؟ خليني اكلم عبدون، يمكن يعرف يقول لي حاجة. ايه دي؟ محفظتي والموبايل مش لاقيهم. اتفضل. طب ومحفظتي انا؟ ده عشان الظروف الخاصة بس. ايوه طيب ماشي. اما وادي الملوك فموجود ايضا في البر الغربي من النيل. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. عبدون. ايوه، تليفونك بيرن. مش مهم دلوقتي، خلينا نستريح شوية قبل ما السياح ييجوا، وبعدين نتغدى وبعدين ابقى ارد. ما بيردش. هات الموبايل، انا هكلمه تاني. بص، املى المنطاد هوا بس مش قوي، وخليه ينزل بالراحة. مفيش نزول هنا، انا عايز اروح الناحية التانية. يا راجل، وهي دي حاجة بايدينا؟ البوليس هيقبض عليا لو نزلنا هنا. وهو البوليس فين؟ ما بعد خلاص. سامع يا خالي؟ البوليس جه. يبقى لازم تطير. طير. تمام يا فندم، احنا لقينا المنطاد اللي حضرتك لمحته وهو بيطلع وينزل. طب خلي بالك يا هاني بيه، اكيد المنطاد ده فيه سياح اجانب. تمام يا فندم، تمام، جاري التعامل سعادتك. المنطاد تجل والفتحة بتكبر. يبقى الحل الوحيد ان حد ينط من المنطاد عشان يخف شوية. طيب الراجل ده كان مستعجل. انت هتهرج ولا ايه؟ ابعد عني. انزل يا مدام. نعم. معاه مسدس يا ماما. ايه؟ مش فاهماك. لو محدش نط دلوقتي حالا هرميكم كلكم. ها؟ القطر. ماله؟ احنا ممكن نربط الهلب بتاع المنطاد في القطر ده.
ونفضل طايرين فوقه لغاية اما المنطاد ينزل. أفارم عليك يا بكار، خفيف. تقدر تخلي المنطاد يروح عند القطر؟ احاول، وهو كله بتساهيل ربنا. بص يا مدام، انت مش هتنط من ارتفاع كبير. اول ما المنطاد يقرب من الارض نطي. ولو حصل حاجة هقول للولاد إنك ضحيتي عشاننا. جلال اتعدل. نط انت بدل ما نرمي المدام. وهو أنا وهي إيه؟ هذا ويقابلنا الآن معبد إدفو، وهو من المعابد الهامة. مش عارف احول الاتجاه. المعلم عبدون هو اللي بيعرف. يبقى أكلمه تاني. ما ترد يا عبدون، يمكن حاجة مهمة. اوف، هات. الو الو يا سيدون، عايز ايه؟ يا عبدون، المنطاد ختم. بتقول ايه؟ بقول المنطاد ختم. مش عارفين ايه. اوه، انت في حتة الشبكة فيها مش كويسة يا سيدون. اقفل واتصل تاني، انا مش سامعك. يخرب بيتك، انا بقول لك قفل. الحمد لله، الريح ساعدتنا. أخيراً أي حد بيساعد. الحمد لله. هجرب من القطر. محدش هيمسكني. خد دي في الكبوت. طب دي خليك وراه. تمام يا فندم. يا فندم، المتهمين بيحاولوا يهربوا ناحية القطر. متهمين إيه يا هاني باشا؟ بص يا فندم، أنا تحليلي للموقف إن في إرهابيين خاطفين السياح الأجانب وهيطلبوا فدية. دول ضربوا علينا نار يا فندم، ودلوقتي متجهين بالمنطاد ناحية القطر اللي أكيد هيستخدموه للهرب. يا خبر، نعمل المستحيل يا هاني عشان تمنعهم. دي سمعة مصر. أوامرك يا باشا. كده احنا فوق القطر يا خالي. نرمي الهلب بقى ونفضي المنطاد، والقطر هيوصلنا لأقرب محطة. كلام جميل. وبالنسبة للمقص باشا، ممكن حضرتك تبقى تنزل من المنطاد وتركب القطر وتكمل هروبك بيه. مفيش حد هينزل. ما ترميش البتاعة دي بدل ما اضرب بالنار بقولك. حقوق مزاراتي. ها؟ يا راجل، وساكت من الصبح. مقص، عايز ايه؟ الراجل ده عايز يقول لك حاجة. ايه؟ هتشوف يا بابا. يرحمكم الله. تسلم ايدك. يلا بينا. هننزل يا ماما أخيراً. اوعى تكلمني، انا حسابي معاك عسير. يلا يا جماعة، واحد واحد كده انزلوا على الحبل ووقفوا على سطح القطر من فوق. ابتدي انت. ها؟ أمري لله. حاضر حاضر، ثانية واحدة. نرى الآن معبد من أهم المعابد الموجودة بلوكسور. هو ده وقته يا فندم. واحد من اللي في المنطاد بينزل على الحبل. شكله من السياح يعني. لا، يبقى أكيد الإرهابي. اضرب يا هاني. يا نهار اسود، الحقوني. ايه دي؟ ايه اللي حصل؟ بيضربوا علينا نار ليه؟ مش عارف. والآن نرى مع نهر النيل العظيم ويعد هذا النهر هبة وشريان الحياة المصريين. اهدى يا ابني، اهدى. واضح انه لسع. الحق الحق يا خالي، نفق.
يا نهار اسود، القطر داخل على النفق والمنطاد هيتفرتك. لازم حد ينزل يفك الحبل. لو حد نزل هيضربوا عليه نار. يبقى نقطع الحبل. حد معاه سكينة؟ ايه ده؟ مين اللي ضربني؟ يرحمكم الله. هات المسدس اللي معاه. يا فندم دول بيضربوا نار على الحبل بتاع المنطاد بتاعهم. دول انتحاريين بقى، نضربهم بالنار قبل ما يضربوا نفسهم. مش فاهم. ولا انا. ايوه، اطلع يا خفيف، اطلع. يوه، ايوه يا سيدون. ايوه يا عبدون، سامعني؟ ايوه كده صوتك واضح. عايز ايه خوتني؟ الواحد مش عارف يريح. قصدي يشتغل بسببك يعني. احنا حصلت لنا مشكلة ومش عارفين نتصرف. مشكلة ايه؟ هي الحمد لله عدت على خير. انا بس طالبك دلوقتي علشان اقول لك اننا جايين نقابلك بالمنطاد. ازاي؟ بص فوق يا عبدون. أنا في غاية الأسف، وكويس إن حضراتكم بخير. بالظبط يا فندم، وتحياتنا لقارة آسيا، وأرجو إن الآثار والأهرامات تكون عجبتكم. يرحمكم الله. قدامي على اسم يا حرامي. محفظتي أهم حاجة. أنت مين؟ أنا ناجي بيه. ناجي بيه؟ أنت ظابط؟ لا. تبقى ناجي بس، ما تلخبطوناش بقى. الحمد لله وصلنا بالسلامة يا ماما. اوعى تكلمني تاني، انا بقول لك اهو. طب ليه بس؟ هو كده. طب والمربى والجبنة النستو اللي هنشتريها؟ هاكلها كلها لوحدي. ده عقاب كبير قوي يا ماما. سلامتك يا عبدون. الله يسلمك يا سيدون، بس أنا طالب منك خدمة. خير؟ أنا مش هخرج من المستشفى قبل شهر شهرين، ومش معقول المنطاد يقعد كل ده مركون، وعايزك تسوقه لغاية ما خف. إيه رأيك سيدون؟ ها؟ يلا يا بكار اجري. انا جاي وراك يا خالي اهو. عايزين نلحق نروح قبل ما نروح في داهية. أنا صاحي من زمان يا رشيدة، عارفة ليه؟ لا، النهاردة أجازة وده من حسن حظي. أنا صاحي بدري لأن النهاردة عيد ميلادي. أني مستني اليوم ده من زمان، من السنة اللي فاتت. وأقدر أقولك هيحصل فيه إيه بالظبط. أمي هتعمل تورتة، وطبعا هتبقى مش عاوزاني أعرف، بس أني هعرف عشان هي مش هتلحق تطبخ حاجة. ولما هسألها هناكل إيه هتقولي إن في أكل بايت من امبارح. أيوة، وأصحابي هيقولولي أروح ألعب معاهم، وهنية وحبيبة ومسرات هيألفوا مسرحية وهيمثلوها، وهنقعد قدام البيت وهنغني وهنعمل مسابقات جميلة، وعم جردوني هيجيب الحصان وهيرقص بيه. أني عارف كل حاجة لأن هو ده بالظبط اللي عملهولي في عيد ميلادي اللي فات. وأقدر كمان أقولك الهدية اللي هيجيبوها لي هتبقى إيه؟ لأ يا رشيدة، هيجيبولي علبة الألوان اللي شفتها في السوق. أني عايزة العلبة الصغيرة 20 لون، التانية كبيرة قوي وغالية، هي أحلى طبعا وفيها 120 لون، بس أني كفاية عليا الصغيرة. وساعتها همام سمعني وأني بقول إني عاوز أحوش واشتريها، أكيد هيلموا من بعض وهيجيبوها لي.
يلا، انتي هتنامي ولا ايه؟ يلا يا رشيدة، النهاردة عيد ميلادي. سنة حلوة يا بكار، سنة حلوة يا بكار، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. أمي، شوفي هتقولي ايه؟ أيوة يا حبيبي. احنا هناكل ايه النهاردة يا أمي؟ هتقولي هناكل أكل بعيد، لأنها طبعا ما عندهاش وقت وهتقعد تعمل التورتة. هناكل ملوخية يا بكار. ايه؟ ملوخية، أنا قاعدة أقطع فيها من الصبح. ملوخية يا أمي؟ أيوة، أنا عارفة إنك بتحبها بس متعبة قوي. لكن أنت بتسأل عن الغدا ليه؟ افطر الأول وشوف هتعمل إيه. لسه بدري على ميعاد الغدا، يا ريت بس ألحق أخلص. طيب. شفتي؟ أمي طلعت مش فاكرة. ما هو أني عشان كده خرجت من البيت، لأن أكيد همام هيعدي عليا، ولما ما يلاقينيش هيفكرها. ما تقلقيش يا رشيدة. هوي همام، هوي، أكيد راجع من عندي في البيت وقال لأمي هتشوف. هوي بكار. إيه؟ رايح فين؟ طالع مع أبويا المركب. إيه؟ ليه؟ طالعين نصطاد في البحيرة. إيه ده؟ وهتلحق ترجع النهاردة؟ ونرجع النهاردة ليه؟ إحنا في أجازة يا بكار. أبويا بيقول الجو الأيام دي جميل وممكن نجيب سمك كتير. هنقعد في البحيرة 4 أيام. تيجي معانا؟ 4 أيام؟ لا شكرا. همام ناسي أو فاكر، بس لازم يروح مع أبوه. هيعمل إيه؟ بس كده عم جورتوني مش هيجيب الحصان يرقص بيه في عيد الميلاد. بس لسه برضه في حاجات تانية كتيرة ممكن بقية أصحابي يعملوها. وهمام هشيله حتة من التورت. شايفة؟ هنية لابسة لبس التمثيل وبتتمرن على المسرحية اللي هيعملوها في عيد ميلادي. هاي بكار. هاي هنية، هو انتي بتعملي ايه؟ ولا حاجة. طبعا مش معقول تقولي. بتقول حاجة؟ لا ولا حاجة. هاي بكار. هاي خالتك أنا. معلش، احنا رايحين لاختي في كومومبو. ياه، ده مشوار بعيد قوي. سفر. أبويا هياخد همام ويطلعوا البحيرة 4 أيام. أيوة، ماني عرفت. قلنا ننتهز الفرصة ونزور أختي. عايز حاجة؟ مع السلامة يا بكار. مع السلامة يا بكار. مفيش مسرحية ولا حصان، وهمام وهنية مش هيرجعوا قبل 4 أيام. أيوة، وأمي ناسية، مش لازم تفكريني يعني. فارس يا فارس. ايه ده؟ انت لسه نايم؟ انت ايه اللي مصحيك في وقت زي ده اصلا؟ النهارده اجازه وانا ما صدقت عشان انام براحتي. طيب وهتصحى امتى؟ ما انا صحيت خلاص اهو. انا مش عارف هلاقيها منك ولا من نور اخويا اللي عمال بيزن طول الليل ومخليني مش عارف انام. معلش يا فارس، أنا كنت فاكرك صح. طب إيه، هتيجي؟ لا، هفطر واكل الفطير اللي بعجوة اللي جايبه من امبارح. وبعد كده؟ وبعدين هفضل قاعد على الكنبة ما اعملش حاجة. بس كده؟ لا، أنا افتكرت. شفتي؟ إزاي كنت هنسى حاجة زي كده؟ قلتلك فارس أكيد مش هينسى. النهاردة بالليل آخر مباراة مصارعة في النهائي الأمريكي. جون سينا هيلاعب زاروك وهتبقى حكاية. هقول لأمي تشويلنا بطاطا عشان أكلها وأنا بتفرج على المصارعة. أمي
هوي حبيبة هوي. حبيبة، ايه ده؟ هي نايمة ولا ايه؟ مين؟ أني بكار. هوي يا بكار. ايه بتعملي ايه؟ بتعلم انجليزي. استنى. It is nice to see you. Me too. ها، هتعملي ايه النهاردة؟ هتروحي حتة؟ لا، اصل ابويا كان مسافر وهقعد معاه، وبعدين ده شاريلي 20 كتاب مكتوبين بطريقة برايل، ويمكن اقعد طول الاجازة اقرا فيهم. ومسرات امها عازمة قرايبهم عندها يومين وما بتخرجش، وهنية مسافرة لخالتها. ايوه، ماني عارف. مفيش مسرحية ومفيش حصان، وفارس هيتفرج على المصارعة وياكل بطاطا. كده ما فضلش غير حسون. هوي. عايز حسونة؟ ايوه. راح السوق يتفرج على الأراجوز. ايه؟ أراجوز؟ أراجوز ايه؟ هوي حسونة هوي. اسكت هتصحيه. انت بتعمل ايه؟ مقلب. اسكت واتفرج. حسونة كده غلط. الحرب جامد. الحقوني. تعال هنا يا شقي. اجري يا بكار، اجري يا بكار. تعال هنا بقول لك. بقى ده كلام ده؟ انت اصلا عايز ايه؟ انا قلت افوت عليك اشوف هتعمل ايه النهارده بالليل. ليه؟ هو انت مش فاكر يا حسونة؟ مش فاكر ايه؟ حسونة. ايوه. انت عملت ايه في عم شلالي؟ انا ما عملتش، ده بكار هو اللي هو اللي حط لي البوم. انا مش عارف اعمل معاك ايه. مش كفايه انك جرحت لي العربيه؟ ده انا كنت بجرب الكبريت هيحرق الحديد ولا لا. اسكت. لازم النهارده يبقى في عقاب شديد عشان تبطل شقاوه. ايوه كده، ما تسكتلوش، ده محتاج يتربى. ولا تضايق نفسك يا عم شلالي. حسونة. نعم. عقابا ليك على اللي عملته، انت مش هتخرج من البيت النهارده عشان تحرم. ايه ده اللي ربنا قدرك عليه. انا ما عملتش حاجه، انا كنت بهزر معاه. كل الناس نسيوا عيد ميلادي يا رشيد. الا انتي، اني عارف. وعلبة الالوان مش مشكلة، اني معايا 10 جنيه وهحوش تمنها. معلش، اني مش زعلان من حد. عادي جدا اني افتكر عيد ميلادي لانه عيد ميلادي انا، لكن الناس كل واحد عنده حاجة شغلاه، بس مش مشكلة. واصلا اني بحبهم كلهم. وانتي كمان طبعا. النهاردة عيد ميلادي يا رشيد، ومش هيبقى يوم كويس الا لو اني خليته يوم كويس. اني هروح البيت، وبعد ما اتغدى هخرج اروح المكتبة، ولما الليل يجي هروح واتفرج على كرتون، وهيبقى اليوم الجميل ده هو هدية عيد ميلادي. يوه، ليه كده؟
عيد ميلادي؟ ايه ده؟ ايه رأيك بقى؟ طب ازاي؟ مش انت يا امي كنتي بتطبخي ملوخية؟ دي كانت بايتة من امبارح يا بكار، بس انت ما خدتش بالك. وانا وحبيبة ساعدنا مامتك في التورتة. وانت؟ ما كنتش هقعد 4 أيام يا بكار، كنت بقول لك كده عشان ما احرجش المفاجأة. طب وفارس؟ انا فضلت قاعد في البيت، بس طبعا كنت عارف انه عيد ميلادك. وانا ابويا قال له اخرج بعد ما فضلت ازن وزن وزن وزن. أني كنت فاكر إنكم نسيتوا. وهو معقول حد ينسى عيد ميلادك يا بكار؟ يلا حالا بالا حيا ابو الفصل، هيكون عيد ميلاده الليله اسعد الاعياد، فليحيا ابو الفصل. ها مبسوط؟ استنى بقى اما تشوف الهديه. ايه ده؟ دي الكبيرة أم 120 لون، ده أحلى عيد ميلاد في حياتي. انت بتحب الألوان للدرجة دي؟ لا طبعا يا فارس، أنا عرفت النهاردة إنكوا أحلى هدية ومش لازم أستنى عيد ميلادي عشان أخدها. والألوان ما عجبتكش يعني؟ ده كل واحد فينا دفع 3 جنيه. خلي أمك بقى تجيب لنا حتة كمان من التورتة. همك على بطنك. أنا مش هسيبك يا حسونة. مستحيل، بعد التورتة اللي كلتها مش هتعرف تتحرك.